برغم ان الاب اتنازل عن القضية والمحامي بتاعها كمان قدم طعن عشان خاطر يطعن في الحكم اللي محكوم عليها بالاعدام وفي نفس الوقت يطلعوها براءة، الا ان القاضي رفض الطعن وقرر ان هو يحكم عليها بالاعدام عشان يحقق عدل ربنا، عشان من قتل يقتل. هو ايه الحكاية ومين اللي اتحكم عليه وايه اللي حصل؟ يلا بينا عشان هرجعكم بالذاكرة لسنة 2022، بس بعد ما تعملوا لايك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس وتسمعوا، وفي نفس الوقت لو مش متابعني زي نشرب معاك انك تتابعني عشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه. ويلا بينا مع بعض احكي لكم التفاصيل الكامله في اصل الجاي. نورهان خليل او الملقبه ببنت بورسعيد، بنت عندها 20 سنه، مامتها كانت بتشتغل ممرضه. للاسف الشديد نورهان كانت متفوقه جدا في الدراسه، بس كانت بتجمعها علاقه مع طفل او مع شاب احسبها زي